أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. الحوار الثاني في من القاهرة. لما الأزمة بتشتد الحكومة بتكون حريصة على أنه يكون في نوع من الشفافية المطلقة مع الجميع. من هنا كان حوار رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية، وكمان مستهدف أنه يكون في حوار مع القوى السياسية والأحزاب المختلفة. طيب للمزيد بينضم إلينا في الاستوديو ضيفنا برحب به الأستاذ حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بسيادتك. أولا الحقيقة يمكن سيادتك بالتأكيد متابع هذا الحوار. الأزمة بالنسبة للكل، دلالة التوقيت وحرص الحكومة على أن يكون في شفافية في الحوار ومعالجة الأزمات بمشاركة الجميع. لا، هي بنتكلم على الاجتماع اللي عمله السيد رئيس الوزراء برؤساء الهيئات البرلمانية والائتلافات. هو كان في ظاهره استعراض للحالة الاقتصادية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة. ولكن الجوهر أو الغاطس بتاع الاجتماع هو كان لتمرير قانون القيمة المضافة. الضريبة بتاعت القيمة المضافة واستبدالها مكان ضريبة المبيعات. وليس فقط هذا، وإنما أيضا يعني في محاولة لعدم محاولة تخفيض الفئة التي ترغب الحكومة في تمريرها، وهي 14%. لا عايزين نفهم القصة دي. ازاي يعني هم في موازنة 2016 2017 حطوا رقم معين اللي هي 14% ضريبة القيمة المضافة. لا، حطوا رقم مطلق اللي هو حوالي 36 مليار جنيه توقعات أن تأتي، يعني حطوها في الموارد، موارد الدولة. عندما تتأخر في التطبيق ما تلحقش على نهاية العام تجيب هذا الرقم. تمام. فبالتالي عجز الموازنة 320 مليار جنيه. بس ده داخل فيه ان في موارد 36 مليار من قانون القيمة المضافة اللي هو هيبقى بديل عن ضريبة المبيعات. ايه الفرق بينهم؟ ان ضريبة المبيعات على السلع فقط، اما القيمة المضافة هي على السلع والخدمات. فبالتالي الرقم ده رقم الاتحاد الاوروبي، يعني الولايات المتحدة الامريكية. القيمة المضافة كقانون او كتطبيق هو جيد وله ايجابيات، اهمها حصر القاعدة الضريبية. تمام. ومنع التهرب. تمام. لان احنا عندنا تهرب ضريبي شديد. صحيح. والبنك الدولي كان عمل احصائية للدول المتقدمة والدول النامية والدول المتأخرة. بيشوف الحصيلة الضريبية منسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي. احنا ما حصلناش الدول المتأخرة. يعني الدول المتأخرة بيمثل حوالي 22% من الناتج المحلي، احنا ما زلنا عند 17%. ده يديك مؤشر أن هناك قطاع كبير من المواطنين متهرب ضريبيا على اختلاف أنواعه. بقى في حاجات ظاهرة. يعني كمثال، لما تيجي النهاردة تلاقي الموظفين الغلابة اللي بياخدوا مرتب، دول بيسقط منهم من المنبع، ما يقدرش ده يهرب من الضريبة لأنها بتاخد منه من المنبع. من المرتب أساسي بيقص منه. يعني لما تجد الحصيلة وهم كلهم 7 مليون موظف. إجمالي أجورهم 230 مليار أو 220 من 220 ل 230 مليار. تمام. وتجد أن العائد الضريبي المستقطع منهم حوالي 32 مليار. تعال بقى للضرائب اللي هي على المهنيين، من فنانين وأطباء اللي بياخد 500 جنيه في الكشف بتاعه الربع ساعة، والعملية اللي ب50,000 جنيه وب30,000 جنيه ويعمل له عمليتين 3 في اليوم، ومن المحامين ومن المهندسين الاستشاريين وكل المهنيين في جمهورية مصر العربية، ودول قطاع كبير جدا وليس صغير. تجد أن العائد الضريبي اللي بيخش خزانة الدولة 1,400,000,000. هل يعقل؟ خلاص، دي إشارة صارخة أن هناك تهرب أو تلاعب ضريبي في هذا القطاع. طيب أما تقول للحكومة كده تقول لك طب أنا عايز أعمل قاعدة من خلال ضريبة القيمة المضافة. مظبوط. طيب لا نعترض على المبدأ. نحن لا نعترض على المبدأ. ولكن خلافنا مع الحكومة كحزب الشعب الجمهوري، وهو خلاف صحي وودي وليس خلاف إنهم سابوا أصل المشكلة
وبيعالجوا في المسكنات. انتوا شايفين نحن لسنا ضد احنا مش ضد قانون القيمه المضافه، هو مطبق. ولكن اديك كمثال، الولايات المتحده الامريكيه قانون القيمه المضافه اللي هو بيسموه الفاليو ادد تاكس، الفي اي تي، اللي هي اي حد بيشتري من بره وبيرجع المطار يرده له الفي اي تي في المطار والى اخره. هو مطبق في 150 دوله في العالم. وهو نظام جيد. ولكن الولايات المتحده عامله كل ولايه لوحدها. اعلى ولايه هي نيويورك 8.4%. الاتحاد الاوروبي عالي جدا 14%. هل احنا المواطن هيتحمل 14%؟ دخله زي دخل المواطن في الاتحاد الاوروبي؟ طيب. نتحمل اذا كان هذا هو الحل الوحيد. لكن الحكومه لديها حلول لا تريد ان تلمسها. زي ايه يا فندم؟ سيادتك لو اتزنقت وحصل لك كعبله ماليه، تمام، اتكعبلت ماليا، تمام، انت هتشتغل على حاجتين. نمره واحد انها ما تتكررش، فهتشتغل على المستقبل انك انت تخفض انفاقك وتحاول تزود مواردك. بس لازم تشتغل على الايه؟ على الدين اللي تراكم عليك. ما ينفعش تسيبه. هتشتغل على زياده الموارد، بس انت عندك ثقل اسمه الدين المحلي. تمام، هياكل كل اللي بتجيبه، اللي بتزوده. بالظبط، لازم تحله. لازم تخفض الدين المحلي. قدامك طريقين للتخفيض: اما بالتضخم وتخلي الشعب هو اللي يدفعه، واما الطبيعي انك انت تروح تبيع ايراد. هتكلم بالبلدي. الحكومه مش عايزه تبيع ايراد، ما بنقولش تبيع للخارج، بيع للداخل. عندك اصول بعشرات التريليونات اخطأت الحكومات المتعاقبه منذ 2010. كان الدين المحلي. بس اصول، انا هبيع ايه في الاصول؟ لا هقول لك، جاي لك. هقول لك. لا معلش، ما احنا لازم ندي روشته علاج. بالظبط. ما احنا ما ينفعش ننتقد وما نقولش العلاج فين. ده كلام محترم. اذا ما عندناش بدائل نطرحها فنصمت ونقول تمام يا حكومه ونكون برلمان تمريري. تمام. انما طالما ان البدائل مطروحه وموجوده ومعمول بها في كل العالم، انا ما بخترعش حاجه ولا بقول له حاجه مهينه ولا عواد باع ارضه ولا كلام فارغ من ده ابدا. النهارده سيادتك كان الدين المحلي 600 مليار في عام 2011. النهارده كام؟ تخطى ال 2000 مليار، 2 تريليون. منذ إعلان الجمهورية المصرية في عام 1954 حتى 2010 استدانت الحكومات المتعاقبة في 60 عام 600 مليار من أموال الشعب. وفي 5 سنوات استدانت الحكومات المصرية في ال5 سنوات دول 1400 مليار داخليا. النهاردة بيقول لك إن فوائد الدين، وعلى فكرة آخر طرح لسندات الخزانة اللي بيطرحها البنك المركزي فايدتها كام؟ 15.13%، يعني فوق ال 15%. فطبعا الفايدة عالية جدا. لما يكون عليك دين خارجي حوالي 700 مليار مقوم، يعني دولار مقوم او العملات الاجنبيه مقومه بالمصري، وعندك 2 تريليون دين محلي، انت وصلت الى مرحله صعبه جدا لابد انك تعمل فيها تضخم. لو انت مش عاوز تسدد من اصل الدين، مش عاوز تبيع ايراد وتسدد الكعبله الماليه اللي عندك، فتقوم عامل ايه؟ تضخم. ليه؟ لان دائما العالم يتعامل معاك خارجيا وداخليا. اما تيجي تحلل بيشوف انت نسبه الدين العام خارجي وداخلي الى الناتج المحلي بتاعك كام في المية. لما توصل ل 100% لن يتعامل معك احد، ولن يثق احد في اقتصادك، ولن ياتي. ودي بقى عمليه بيسموها تشين رياكشن، عباره عن سلسله من الحاجات اللي بتيجي سيئه وسلبيه. المستثمر الاجنبي ما يجيش، المودعين يبتدوا يهربوا اموال لبره، عمليه صعبه جدا ان الدوله تبقى مفلسه. يبقى لازم نخليه في الحدود اللي تحت 100%. نعمل ايه؟ نقوم مخفضين العمله. النتيجه ايه؟ المواطن يدفع الثمن. فالحكومه عملت زي ايه؟ اللي عنده ازمه ماليه وعنده حلين: يا اما يبيع ايراد ويحل مشكلته، يا اما يمسك السنجه وينزل في الحاره ويبقى فتوه ومحدش هيعدي الا عشان يحل مشكلته الماليه. لا، ما ينفعش. المواطنين تعبوا،
المواطنين بيأجوا، انا كحزب بقى اقدر اشوف نبض الناس في الشارع عامل ازاي. طب الناس بتقول ايه بقى؟ انا مع النظام على فكره، ولست معارضا للنظام، بل بالعكس ده انا حريص على النظام. فبالتالي اخشى ما اخشاه ان يكون ده فوق حمل المواطن. عندك يا فندم يا ريت تتصل بالسيد وزير الزراعه او بالسيد وزير الاوقاف، خليه يقول لك رقمين بس انا محتاج سيادتك تسمعهم. قول له هيئه الاوقاف يا سيد وزير الاوقاف فيها اصول بقد ايه، وبتديروها هذه الاصول الدخل بتاعها ايه خارج مخصصات وموازنات وزاره الماليه. لا يمكن هيقول لك الرقمين، لا يمكن. عارف ليه؟ لانه لو قالهم مصيبه. ليه يا فندم؟ لانه سوء اداره غير طبيعي. امكانيات ضخمه جدا والعائد بتاعها ولا حاجه. ادي لاي اقتصادي كم من الاصول يتعدى التريليونات، انا مش ببالغ، انا بوزن كلامي كويس جدا جدا. يعني مش حاجه مثلا ب 100 مليار اقول دي بتريليون، تمام. لا بتريليونات. واديها الاقتصاديين لكي يديروها سواء بالايجار او بالاستغلال او بالاستثمار او حق انتفاع او الى اخره. لازم اورد للخزانه العامه جزء يتناسب مع حجم الاصول اللي انا بديرها. تمام. للاسف بياخدوا من وزاره الماليه تبع وزاره الاوقاف، لان الاداره سوء فساد وسوء اداره يعني في ابشع صوره. دي الاصول اللي سيادتك بتقولي عليها الحكومه لازم تدور عليها. ايوه، وتبيع جزء منها للمواطنين. صحيح. رئيس لجنه الهيئه الثانيه برضو اللي فيها ارقام تضحك، وهي هيئه الاصلاح الزراعي. شوف حضرتك كم الاصول اللي تحت ايديها قد ايه، وقول لي بتطلع منها قد ايه. كلام فاضي طبعا. كلام ما لا يتناسب ابدا مع حجم الاصول دي. حاجه من الاثنين، يا تخليهم هيئات مستقله تديها للاقتصاديين يديروها يطلعوا منها اموال، بس برضو عندك مشكله الدين المحلي. ما ينفعش كل المسكنات دي، لازم نخفض قيمه الدين المحلي، وما ينفعش الفهلوه الزياده عن اللزوم ان انا اقول انا مش هدفع حاجه من عندي، المواطن هو اللي يدفع. المواطن وصل لاخره خلاص. خفض الدين المحلي، انك تبيع جزء للاصول للمواطنين المصريين. يعني انا ببيع لاخويا او ببيع لابن عمي، ما ببيعش الخارج. علشان تخفضه، لان طول ما انت 2 تريليون والسنه الجايه هيبقى 2 تريليون 320، عشان في 320 عجز موازنه متوقع. تمام. واللي بعديها هيبقى 3 تريليون. تقعد تعمل ايه بقى؟ تقعد تخفض قيمه الجنيه المصري علشان تزود الناتج المحلي، تعمل تضخم علشان يبقى نسبه الدين دائما تحت ال 95%. والمواطن طبعا مش هيقدر يستحمل اي اعباء جديده. انا رحت اليونان وشفت التجربه بتاعتهم. ماذا لو حدث كما حدث في اليونان؟ ودي اخطر مراحل التضخم، ان يتوقف المستهلك عن الشراء. حصلت في اليونان ومحدش يقدر يحسبها امتى ابدا تحصل. ما فيش عبقري اقتصادي يستطيع ان هو يحسبها. لو حصلت هتلاقي المحلات فاضيه، هتلاقي المطاعم فاضيه، هتلاقي العربيات راكنه تحت البيوت، محدش عايز يحط بنزين ولا يمشي في الشوارع. اتينا النهارده اللي كان فيها كثافه مروريه، النهارده شوارعها فاضيه خالص. طب هم لقوا الاتحاد الاوروبي يديهم 200 مليار دولار. صحيح. احنا هنلاقي مين؟ ده احنا بنتفاوض على 12 مليار وعاملين. لو حصل ان احنا وصلنا لمثل هذه المرحله التضخميه عندما يتوقف المستهلك عن الشراء، احنا لو الكيرف نزل كده هينزل كده، ودي اخطر ما يكون. والتاخر في القرارات الاقتصاديه خطر كبير. طيب عشان الوقت، احنا محتاجين ايه من الناحيه الاقتصاديه من جانب الحكومه بشكل سريع؟ ليس فقط الحكومه، ادي كده روشته كده في سطور. تمام. نمرة 1، الحكومة لابد من تخفيض الدين المحلي، وليس على حساب المواطن، وإنما من على حساب الأصول التي تملكها الدولة. رئيس لجنة الخطة والموازنة اقترح حاجة بس ما تقدرش البنوك تعملها قوي، ولو عملت تعملها في نطاق ضيق اللي هو من هامش ربحها فقط. إن هو الديون اللي البنوك مسلفاها للبنك المركزي في صورة سندات وأذونات خزانة، ان هي تتحول الى اسهم بالشراكه. ما يقدرش، لان دي اموال مودعين، ما يقدرش يحولها كلها، ولكن ممكن من ارباح البنوك جزء صغير. ده جزء ممكن يخفض شويه الدين المحلي انه يخش كشريك. الحاجه الثانيه، المواطن لازم يعرف ان احنا
في عندنا سلبيات في المواطنين. المواطن اللي بيهرب من الضريبه مش جدعنه ومش شطاره، لو قامت الدنيا حاجتك كلها هتروح وتجارتك كلها هتروح وممتلكاتك كلها هتروح. وبرضه كلامنا ادفع الضريبه علشان ما تقومش ايه، ما تنزلش. الشباب اللي بشوفه جزء كبير وقطاع كبير من الشباب بشوفه على القهاوي طول الليل سهران وطول النهار نايم. مش دي المرحله اللي نقدر نعمل فيها كده. الانترنت ده معمول بره عشان تعمل ابحاث وتاخد معلومات، مش علشان تعرف صحابك بيروحوا فين وبيجوا منين وتتبصص وتتلصص عليهم. احنا بنسيء الاستخدام. الحاجه الثانيه، اما بالنسبه للنظام، هقول كلمه ارجو ان يعلموا ان انا بقولها علشان انا قلبي عليهم. حاجتين، النهارده كل من له رؤيه ورجل قادر وذو بصيره وذو علم وذو خبرة بيرفض النهاردة الحقائب الوزارية نتيجة بعض الأشياء التي حدثت في ال5 سنوات الماضية. المشرع لما قال أنا لست ضد محاكمة الوزراء، من الممكن أن طبيعي أن الوزير يحاسب ويحاكم، ولكن المشرع لما قال تحبس واحد على ذمة قضية هو كان يقصد اللي هو خطر على المجتمع أو خطر على حياتك وحياتي إذا ترك خارج القضبان، القتالين القتلة البلطجية السطو بالإكراه. إنما ده وزير امنعه من السفر ويحاكم يروح الجلسة، لكن ما تحبسوش على ذمة القضية 2 وبعدين يطلع بريء. مين عايز النهاردة يبقى وزير؟ مفيش حد عاوز يبقى وزير. أدي واحدة. التانية، الحساسية المفرطة إن ده اسمه مقترن بنظام سابق، يجب أن نتخلى عن هذه الحساسية المفرطة. لأن النظام السابق اللي احنا بنتكلم عليه ده قعد 30 سنة، فيش واحد ذو خبرة وذو رؤية وذو بصيرة وذو قدرة أنه يدير بحسن إدارة إلا لما لازم هتلاقي اسمه مرتبط أكيد في خلال 30 سنة. كان فين يعني؟ الحساسية المفرطة دي نتيجتها بعض التجارب في البلاد اللي حصلت فيها الثورات الملونة، إن هم لقوا أن بعض الأنظمة القديمة تعود في البرلمان بنسبة معينة ولكن لا يعود النظام. نتخلى عن هذه الحساسية المفرطة هنلاقي ناس أدائها أفضل في الحكومة. الحاجة الأخيرة، عايزين برنامج محو أمية للسياحة، لأن جزء من المشكلة بتاعتنا هي ندرة العملة وليست كل المشكلة. محو أمية؟ محو أمية السياحة. احنا عندنا مشكلتنا في حاجتين، كان عندنا موردين. كان عندنا 14 مليار دولار سنويا استثمارات أجنبية مباشرة، وكان عندنا زيهم سياحة. دخل من السياحة. ده انخفض ل4 وده انخفض ل4، بقى عندنا عجز 20 مليار دولار سنويا في قطاعين فقط، ده غير قطاع البترولي. تمام. طيب، ندرة العملة دي مشكلة نحلها ازاي؟ محو أمية السياحة، وهناك برنامج من الممكن أن يدرسه النظام قد يعجبه لمحو أمية السياحة. هتقول لي طب احنا مين قال ان احنا عندنا محو أمية سياحة؟ اقول لك لا، عندنا محو أمية سياحة. عندنا أمية سياحة. عندنا أمية سياحة. نحتاج إلى محو أمية سياحة. ليه؟ لأن أنت 80% من سياحتك شرم الشيخ. معقول؟ شرم الشيخ؟ أمال الأقصر إيه؟ وأسوان إيه؟ والغردقة إيه؟ وبقية مصر إيه؟ أمية سياحة. لابد أن نمحو هذه الأمية. أمية بالنسبة لنا إحنا عندنا أمية. أيوة ولا أيوة. واحنا بنشتغل في الملف ده عندنا السياحة أمية. مش آثار ولا أنت تمتلك إيه. أنت هتعامله إزاي. أنت تخليه يجي لك. إحنا بنروح لندن 50 مرة في حياتنا ليه؟ بنروح أمريكا 20، بنروح باريس 20 مرة ليه؟ السائح بيجي مرة وما يجيش تاني. فأنت كل شوية عايز سائح جديد. لا، أنا عايز السائح يجي في السنة مرتين. هو يجي يصرف كل مرة أنا هو شوية فلوس أنا هو. الحاجة التانية، ما ينفعش يكون في سعرين للعملة، ومش بالقطع الرقاب ولا بالعصاية ولا بالتخويف. خليه يروح كده هو ما يلاقيش فروق أبدا في أي حتة يروحها عشان الاستثمار يجي. الاستثمار، رئيس الوزراء كان بيتكلم على ان احنا ندي حوافز للمستثمرين. يا سيادة رئيس الوزراء، الخارج لا يتعامل بالعقلية المصرية. العقلية المصرية يقول لك هكسب كام، بره لا، يقول لك ايه، في حاجة اسمها ريسك مانجمنت، المخاطرة قد ايه.
قبل ما يبص على الربح والخساره. تمام. مهما كانت ربحيتها، ده اللي يهمه. اذا ما كانش الريسك ده مانجبل، يعني يستطيع ان هو يقدر يسيطر على خطوره الاستثمار، والله لو نسبه الربح 100% ولا 200% مش هيجي. انا خلصت. أنا سعيد جدا بحواري مع سيادتك. أنا بشكرك جدا الأستاذ حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، شرفتنا في هذا الحوار. بشكرك جدا يا فندم. أشكرك يا فندم، متشكر جدا. أنتم مشاهدينا الكرام لكم منا كل التقدير. بكده بنكون وصلنا لختام فقرات من القاهرة هذه الليلة. بكرة فريق عمل جديد وموضوعات جديدة حتى نلتقي. شكرا لكم وإلى اللقاء.